هنغير نظام الاوضه طبعا زي ما انتم شايفين. هو ده المنظر، كل الهدوم ده طبعا متبهدله علشان انا بفضيها، علشان هفضي كل ده عشان هننقل. وتعالوا نشوف، انا بوريكم بس منظر الاوضه الاول عشان هنغير النظام خالص. ده الباب وده الدولاب وده السرير وده التلاجة. يلا نبدأ. يا ترى احنا بنعمل ايه؟ ومين اللي تحت ده؟ عبودة بتعمل ايه تحت؟ قاعد عادي. اه مستكمل تحت. عشان هنغير نظام الأوضة خالص. اللي ما شافش الفيديو اللي قبل كده يروح يشوفه. انا هغير نظام الأوضة ليه؟ لأن كان في كارثة في الفيديو اللي فات، بس الحمد لله عدت على خير. عشان كده هغير النظام. شوفوا بقى المنظر العملاق ده. طبعا كل ده هينزل على الأرض. ودي القطة بتاعتنا. وهغير طبعا النظام ده كله. خلي القطة تسلم عليهم. كوكو الفلاش جاي في عينها. وده عبودة تحت. يلا هنبدأ نغير بقى النظام. مش عايز تقول لهم حاجة يا عبده؟ انا عايزه اقول لهم حطوا لايك يحطوا لايك واشتراك في القناه. حط لايك واشتراك في القناه. حط لايك يا اصحابي واشتراك في القناه. ماشي يلا نبدأ هنشوف هنعمل ايه. يلا نبدأ. احنا شلنا خلاص الالواح والمرتبة. وبنكنس اهو تحت السرير زي ما انتم شايفين. طبعا لسه برضو ما شلناش الهدوم دي، هنشيلها دلوقتي كلها. طبعا هي منعكشه الوقت عشان ما حدش يقول لي منعكشه ليه، عشان انا هشيلها كلها هنزلها اصلا قلباها. بنكنس كل ده. هات الفرشه والجاروف يا بودي. هات الفرشه والجاروف يلا. يلا يا ملوك. لم ايوه، هم شويه تراب صغيرين يعني بصراحه. مش يا ماما حبيبتي اتفضلي. طب يلا ادوني ملوكه يلا عشان تلموهم. احنا هنا بنفك السرير اهو زي ما انتم شايفين. هنفك السرير. طبعا انا هقعد افك معاهم. ملوكه بتحاول اهي. كله طبعا لازم يساعد بعض، وبنتعلم وبنعلم بعض عشان نعلم ولادنا برضو يا جماعه. طبعا احنا متعودين على فك السرير والكلام ده، العيال واخدين على كده انا وهم، عشان احنا بننقل كتير يعني. وربنا يتوب علينا من النقل يا رب، ويرزقنا رزق حلو يا رب كده، ونجيب شقه ان شاء الله. طبعا بنفك السرير اهو. وانا هعمل بقى هفك دول ونعتمد على الله. وحاجه كده هنصورها لكم ان شاء الله. يلا بنحط المسمار كده وبنفكه كده اهو زي ما انتم شايفين. ملوكه بتقولكوا حطوا لايك. بنقعد بقى نلف يمين وشمال. مش عارفه اصلج ليه، هو بيضايقنا يعني. ربنا يسهل كده. نفك يمين وشمال اهو. في هنا خرم في البتاع مسمار بنحطه فيه كده المسمار، وبتقعدي تعملي يمين وشمال اهو. المسمار اهو زي ما قلت لكم. بنحط كده في الخرم بتاع المسمار ونربط زي ما انتوا شايفين كده اهو. وننزل تحت اهو. سهل جدا الطريقه يعني، لان انا طبعا متعوده عليها لان انا بعملها كتير. خلاص خدت على كده يعني. ربنا ان شاء الله يحقق حلم ان شاء الله على خير ان شاء الله. بنقعد نربط بقى لحد ما ندخل للاخر كده بس يا حبايبي. السرير اهو يا حبايبي انا عملته، فكيته وعملته الحمد لله زي ما انتوا شايفين اهو. وربطت المسامير زي ما قلت لكم. هحط بقى الالواح ونحط عليه المراتب واقول لكم انا لقيت ايه. الحمد لله. طبعا انا نقله علشان الفيشه بتاع التلاجة كانت هنا. انا نقله ومغيره النظام عشان الفيشه بتاع التلاجة كانت هنا. ما خدتش بالي طبعا في الاول لان احنا كنا في الصيف ما كانش فيه غطا. فطبعا السرير كانت نهايته لحد هنا، والغطا طبعا هيجي السرير كانت نهايته لحد هنا، الغطا هيجي على الفيشه والكلام ده. زي ما قلت لكم ايه اللي حصل في الفيشه وكده، بشوفوا في الفيديو اللي فات هيعجبكم. والحمد لله. ولازم تاخدوا بالكم وشوفوه علشان تستفيدوا منه. شوفوا الفيديو اللي فات اللي انا كاتبه فيه كارثه كانت هتحصل عشان تستفيدوا منه. عشان كده انا مغيره بسبب ده. والحمد لله ان هي عدت على خير، وربنا يحفظ جميع ولادنا يا رب. هوريكم بقى المنظر العام لما نعمل، وهقول لكم التلاجة انا نقلتها فين والحمد لله. وده طبعا يا حبايبي النظام. بس انا طبعا لسه ما عملتش حاجه في الدولاب ولا الكومودينو، لسه هظبط يعني. ملوكه طبعا هبطت وتعبت معايا، وعبده راح الدرس.
تعبنا بصراحه. لسه الدولاب هريح شويه واعمله. ده النظام اللي انا غيرته. طبعا انا اكتشفت حاجه، انا كنت بقول لكم انا هجيب الدولاب هنا مكان التلاجة. اكتشفت انا بقى ان في فيشه هنا اهي، الحمد لله في فيشه هنا اهي. جبت التلاجة طبعا بقت بعيد لما ابني يتغطى ما يبقاش في اي مشكله في الكهرباء ولا حاجه. طبعا الفيشه دي انا هجيب لها اللي هو البلاستر اللي هو بتاع الكهرباء ده، هلزقها عليه، هلغيها خالص هلزقها عليه عشان تبقى عازل يعني، عشان يبقى ابني محمي كده. انا بقول لكم يعني ايه، علشان تبقوا واخدين بالكم الحاجات دي، وربنا يحمينا ويحفظ ولادنا جميعا يا رب. والحمد لله ان ده حصل على خير، وزي ما قلت لكم ابقوا شوفوا الفيديو عشان تستفادوا. ولازم ناخد بالنا. طبعا انا اول ما نقلت ما كنتش واخده بالي، لان انا كنت طبعا تعبانه ومرهقه وما كانش في غطا زي ما قلت لكم، كنا في الصيف. بس الحمد لله جبت التلاجة هنا اهو، والسرير هنا. طبعا يا حبايبي بالنسبه للسرير، بالنسبه دي كانت بتاع ملزوقه هنا كده، بس انا ما حبيتهاش، ده مش وسخ. دي كانت بتاع ملزوقه كده منظر يعني، بس انا شلتها، منظرها ما كانش عاجبني يعني، فانا شلتها. طبعا لسه مش حاطه المخده، انا حاطه المخده تتهوى شويه. ملوكه بس بتريح 5 دقايق كده. وبعد كده هتقوم. وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب. وهبقى اوريكم بقى الشكل العام للاوضه في يوم تاني ان شاء الله، بعد ما اخلص الدولاب، لان طبعا انا مرهقه جدا. هتغدى كده واريح، وبعد كده اعمل الدولاب انا وملوكه براحتي. ولو عرفت اصور لكم وانا بعمل الدولاب هصور لكم ان شاء الله. وده كان النظام الحمد لله. الفيشه هي بعيده عن ابني خالص، والفيشه دي طبعا زي ما قلت لكم انا هلزق عليها بلاستر خالص، اللي هو بتاع عازل، اللي هو بتاع الكهرباء، هلغيها يعني. وطبعا انا قلت لكم حاطه اهي ملوكه صحت اهي، وتقول لكم حطوا لايك. الله يصلح حالها، ساعدتني يا وعبد انا باباهم في الشغل. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك. وطبعا التلاجة انا جرجرتها لان هي فيها قاعده يعني، اصل حد يقول ده انا شلت التلاجة ولا حاجه، انا جرجرتها، هم زقوا معايا عشان هي فيها قاعده. وطبعا كانت مفصوله عن الكهرباء. والسرير فكناه وظبطناه والحمد لله. وما تنسوناش بقى باللايك، اللايك الجامد. وانا كنت بنبهكم يعني الحاجه دي، ان كنتوا استفدت باي حاجه في الفيديو اعملوا لي لايك او اشتراك، وبحبكم كتير كتير.